مرحبا، شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب الكل بخير. اليوم راح أقدم لكم شوربة الخضروات بالدجاج. أتمنى تعجبكم الطريقة ويلا نبدي الخطوات. بالبداية راح أحمص قليل من البصل، ضفت له قليل من الزيت. من بعدها راح أضيف قليل من الجزر المبروش، راح أحمص الجزر ويا البصل. ومن بعدها راح أضيف قليل، وهذا اختياري، البازاليا. أحمص البازاليا والجزر والبصل. من بعدها راح أضيف عندي ملعقتين من الطحين، وراح أبدي أحمس الطحين ويا هذه المواد. راح أضيف الكركم وراح أضيف الفلفل الأسود المطحون. ومن كملت حمس المواد راح أضيف تقريبا 4 جلاسات من الماء الحار، وراح أضيف صدر من الدجاج سلكته وقطعته بهذا الشكل. وطبعا ما ضفت على الشوربة الملح، اكتفيت بس بالمكعبات الماجي اللي ضفتها على الشوربة. راح أخليها تتهدر لحد ما يتخن قوام الشوربة. من بعدها اختياري، يا أما تضيفون الكرفس أو تضيفون المعدنوس. أنا ضفت الكرفس. وجهزت عندي شوربة الخضروات بالدجاج. أتمنى عجبتكم الطريقة، ولا تنسون اللايك والاشتراك بقناتي. انتظروني بالفيديو الجاي. مع السلامة.